السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة لازم تحطها في اعتبارك عشان تكون إنسان ناجح. المخ زي العضلة، كل ما دربتها وشغلتها كل ما كانت أقوى. كذلك قوة الإرادة مش حاجة فطرية بنتولد بيها، لا بالعكس، قوة إرادتك محتاجة تدريب مستمر. وكذلك الانضباط محتاج دايما تدريب مستمر عشان أقدر أكون شخص منضبط. وعشان تضمن أفضل تدريب للمخ والقوة الإرادة والانضباط، أنصحك إنك تنضم لنادي الخميسة صباحا. لو أول مرة تشوفنا، معاكم نجلاء عبد الغني، وهنا بنقرا كتاب ونشرحه لك بشكل كامل. فلو ما بتحبش القراية أو ما عندكش وقت تقرا وعايز تستفيد بمحتوى الكتب، تابعنا. تحمل الظروف القاسية زي الصيام والنوم على البلاط والاستحمام بالماء البارد، كل ده تدريب للمخ على الإبداع، وكمان تدريب لقوة الإرادة والانضباط. وإلا ليه تفتكر في الجيش بيدربوا الجنود تدريبات قاسية جدا، بيخليهم يجروا ويتدربوا في المطر وفي الطين، وكمان بيخلوهم ياكلوا التعابين والجراد والطيور الحية. كل ده ليه؟ مضطهدينهم مثلا؟ لا، هم بيقووا عزيمتهم وبيقووا إرادتهم، إنهم بعد كده يقدروا يعملوا ويتحملوا أي حاجة. وفي الآخر أنت بتدرب نفسك على اللي المفروض تعمله، مش على اللي أنت عايز تعمله. وده هيكون بداية التغيير لعادات أفضل تقودك إن شاء الله للنجاح. وافتكر حاجة مهمة جدا، إن أي تغيير بيكون صعب في بدايته وفوضوي في المنتصف، لكنه بيكون رائع في النهاية. وعشان تنضم النادي الخميسة صباحا وتخليها عادة يومية، هتحتاج 66 يوم من التدريب المستمر. المرحلة الأولى 22 يوم، ودي مرحلة ودي أصعب مرحلة، لأنها بتحتاج جهد كبير جدا منك علشان تقدر إنك تدمر العادات اللي استمريت عليها طول حياتك وتبدأ عادات جديدة. المرحلة الثانية 22 يوم كمان، ودي مرحلة الفوضى، اللي هي أنا بدأت أحس بفايدة إني أصحى الساعة 5 صباحا، لكن في نفس الوقت بدأت أرجع حين للنوم والدفى في السرير والأحلام الوردية، فبحس بالفوضى. والمرحلة دي لو عديتها فمبروك، انت خلاص بقيت عضو في نادي الخميسة صباحا. المرحلة الثالثة هي ال 22 يوم اللي فاضلين من ال 66 يوم، وده بقى مش عشان تثبت العادة، لا، علشان العادة تبقى جزء من حياتك، بقت جزء من طبيعتك وجزء من كيانك. وفي المرحلة دي انت خلاص بتمارس العادة بمنتهى السهولة من غير أي مجهود. بقى العادي بتاعي اني بصحى الساعة 5 صباحا، ما اقدرش اصحى بعد كده. طبعا موضوع تغيير العادات ده بيتطلب مني جهد كبير جدا وقوة إرادة هايلة علشان اقدر اوصل لمرحلة الدمج اللي العادة فيها بتكون جزء من تكويني، مش مجرد سلوك بمارسه كل يوم. وبمجرد ما وصلت للمرحلة دي خلاص انت مش محتاج قوة إرادة ولا محتاج اي جهد علشان تمارس العادة. انا بقيت بمارس عادة الصحيان الساعة 5 صباحا من غير اي جهد، وبالتالي في الوقت ده خلاص اقدر اوجه قوة ارادتي للشغل والانجاز ولزيادة الانتاجية ولتحسين مجالك في الشغل وتطوير ذاتك وتحسين مهاراتك واكتساب الخبرات عموما. وعشان تضمن ان العادة دي تستمر معاك العمر كله، علمها لغيرك. المعلم هو افضل من يتعلم. وبكده زي ما عرفنا الحلقة اللي فاتت، عرفنا فوائد ان انا اصحى الساعة 5 صباحا، والحمد لله ثبتنا العادة ودمجناها. خلاص بقى بقينا نصحى الساعة 5 صباحا. ايوه، نعمل ايه بقى؟ انا صحيت بدري اهو، اروح فين بقى؟ اروح فين؟ مش هما قالوا لو عايز تنجح اصحى بدري؟ ماشي، صحيت بدري، اروح فين؟ عشان بس اكون عارف. بس وفي كام استراتيجية كده عايزين الأول نعرفهم ونتبعهم عشان نعمل خطة نقدر نخدع بيها عقلنا. أيوة، هو اللي عاوز ينتخ ده وينام. أول حاجة إنك تشتري منبه القديم ده، عارفه، وحطه جنبك على السرير. بلاش تستخدم منبه الموبايل، ابعدها عنك تماما، دي مشتتات. خليك في المنبه القديم، اظبطه بس مش على 5، على 5:30، بس تكون مقدم الساعة في المنبه نص ساعة أساسا. وبكده هتصحى في ميعادك الساعة 5، بس خدعت عقلك وخليته يحس إن هو قام متأخر نص ساعة عن ميعاده. هو بينبسط كده، غالبا هو بيحب يأخرك دايما عن مواعيدك شوية، لكن انت طبعا هتكون ضحكت عليه وصحيت في ميعادك مظبوط. أول بقى ما المنبه يرن، اطفي الجرس وقوم على طول. ما تديش فرصة لمخك ان هو يفكر في اي اعذار تخليك تفضل في السرير. ما تخليهوش يلاقي اي سبب يقنعك انك تكمل نوم. اصل الدنيا ساقعه، اصل انا نمت امبارح متاخر شويه، اصل النهارده موريش حاجات كتير فمفيهاش حاجه لما انام ساعه كمان، اصل كنت بحلم حلم جميل خليني نايم عشان اكمله. لا، قوم حضرتك بقى شوف شغلك دلوقتي وبقى كمل الحلم بكره. أول ساعة بعد ما تصحى من النوم دي الساعة اللي سماها الكاتب روبن شارما ساعة النصر، وقسمهم ل20 20 20. كل 20 دقيقة في 60 دقيقة دول هنمارس فيهم سلوك معين. أول 20 دقيقة هتمارس فيهم تمارين رياضية، وكل ما كان التمرين قوي كل ما كانت استفادتك أكبر.
التدريب ده زي ما قلنا هيقلل جدا من هرمون الكورتيزول المسؤول عن الخوف والتوتر، وهيزود جدا من افراز هرمون الدوبامين والسيروتونين، ودول الهرمونات المسؤولة عن البهجة والسعادة. عشان كده بعد التمرين هتلاقي نفسك هادي وكلك حماس وطاقة، وتركيزك هيكون في احسن حالاته. ومش بس كده، التمارين الصباحية دي كمان هتساعد اللوزة المخية ان هي تتحكم في انفعالاتها اكتر، فهتلاقي نفسك مثلا بتسوق الصبح وانت رايق كده، مش بتشتم في اللي قدامك واللي وراك، وكمان هتلاقي نفسك بتتعامل مع مديرك او موظفينك او العملاء الغلسين اللي بتتعامل معاهم كل يوم بهدوء وحكمة، وأدائك طول اليوم هيكون أحسن. مش هنتكلم بقى عن الفوائد المعروفة لينا كلنا، طبعا صحتك هتتحسن، وزنك هيقل، حرق الدهون هيزيد، حركتك ونشاطك هتزيد. مش بقولك دي ساعة النصر. ونيجي بقى لتاني 20 دقيقة في ساعة النصر، وده هنسميه وقت التفكر. قضي ال20 دقيقة دول في صمت وعزلة، استمتع بالهدوء والسكينة، فكر في نفسك وفي حياتك في الحاضر وفي المستقبل، تأمل نفسك واللي حواليك. ممكن تاخد جزء من ال20 دقيقة دول تدون فيهم يومياتك، أو تحط جدول لباقي مهام اليوم. ممكن تعملها عادة كل يوم إنك تكتب مشاعرك، سواء كانت المشاعر دي مشاعر امتنان أو مشاعر ألم. في الحالتين هيكون مفيد جدا إنك تتكلم عن مشاعرك حتى لو كان على الورق. ممكن تلاحظوا دلوقتي طبعا إن الإضاءة اتغيرت لأن الشمس طلعت. ونيجي بقى لآخر 20 دقيقة في ساعة النصر، ودي بقى هنخصصها لتحسين مهاراتنا ومساعدتنا إن احنا ننمو ونتطور على الجانب الشخصي. ممكن في الوقت ده اتعلم حاجة انا بحبها، او ان انا اثقف نفسي بالقراية في مجالات مختلفة، او اسمع بودكاست مفيد عن خبرات وتجارب ناس تانية، اتعلم اي حاجة ارفع بيها من قيمة نفسي، وكمان اطور نفسي على المستوى العملي، باني احسن مهاراتي في مجال شغلي، اخد كورسات، اتعلم حاجات جديدة، اتعلم ازاي ابتكر في مجالي، اتعلم زيادة الانتاجية، اتعلم ازاي اسوق لنفسي، اقرا اكتر في علم النفس وتطوير الذات، وازاي احسن من نفسي علشان اقدر اوصل لكل اهدافي. وطبعا قد يبدو بديهيا ان عشان اصحى بدري الساعة 5 صباحا يبقى لازم كمان انام بدري، يعني زي ما هيكون في روتين صباحي لازم كمان يكون في روتين مسائي، وبيبدأ الروتين المسائي من الساعة 7 مساء. من 7 ل 8 هتكون اخر وجبة تاكلها في اليوم، مش هتاكل بعدها، وكمان هتقفل كل الاجهزة الالكترونية وكل المشتتات. دي هتكون فترة الهدوء والسكينة اللي هتعيشها بالليل في الروتين المسائي. من 8 ل 9 ده الوقت اللي بتقعد فيه تتسامر مع اهلك، مع اصدقائك، مع حبايبك. عيش بقى، خد راحتك. ممكن بقى تاخد وقت للتأمل، وقت للقراءة، اسمع حاجة بتحبها، مارس أي ترفيه، خد حمام دافي، عيش بقى. من 9 ل 10 ده وقت الاستعداد للنوم، في أوضة ضلمة خالية من أي وسيلة من وسائل التكنولوجيا. المشتتات دي عايزين نبعدها عننا تماما قبل النوم. مجهز أدوات التدريب الخاصة بيك عشان أول ما تصحى من النوم هنقوم نتدرب على طول، مش عايزين حاجة. نمت بدري الساعة 10 هتصحى الساعة 5 صباحا تمارس روتين نادي الخامسة صباحا زي ما قلنا في البداية 20-20-20. لكن لازم نأكد ان زي ما بقضي يومي كله في تدريب عضلة المخ وقوة الإرادة، واني ادرب نفسي على الانضباط والالتزام، وفي التطوير عموما على المستوى المهني والمستوى الشخصي، فلازم نأكد ان يكون في وقت للراحة. لان زي ما قلنا ان المخ عضلة، زي ما هي محتاجة تدريب كتير عشان تبقى قوية، كمان لو حملت عليها زيادة العضلة دي هتكون منهكة وتعبانة، فلازم تديها وقت للراحة. لازم يكون في وقت بترتاح فيه، تاخد اجازة من الشغل ومن التفكير، استمتع فيها بالهدوء، بصوت البحر، صوت الطبيعة، الخضرة، الزرع، عشان تقدر ترجع تاني لحياة الإنجاز والتفكير والإبداع وانت حاسس بالامتنان والسلام الداخلي. إذا التزمت بكل التعليمات دي أهلا بيك في نادي الخامسة صباحا. ولو عجبتك الحلقة ما تنساناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. محتاجين دعمكم ومحتاجين ان انتوا تشجعوني. انا بحاول اغير حياتي، بحاول اكون شخص مفيد ومؤثر. اتمنى ان يكون تاثيري عليكم تاثير ايجابي مش تاثير سلبي. محدده اهداف نفسي اوصل لها، انا لسه ما وصلتش لاي حاجه، ان شاء الله انا بشتغل على نفسي كتير، واتمنى منكم الدعم والتشجيع. لو في حد زيي بيحاول يخرج من دايره اللاشيء لدايره الانجاز، وان هو يكون شخص مفيد، شخص بيقدم شيء، بيحاول ان هو يكون موجود، يا ريت تشاركونا تجاربكم في الكومنتات عشان نستفيد كلنا من تجارب بعض. واشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله، وباقي روتين نادي الخامسة صباحا. مع السلامه.